يا مساء الرعب على أحلى إخوات في الدنيا. أنا اسمي سيد، أو زي ما الناس بتقول عم سيد بتاع المقابر. بقالي أكتر من 15 سنة شغال في المقابر. شغلي كله روتيني، نفس المنظر، نفس الريحة، نفس الأصوات اللي بسمعها كل يوم. في أول يومين بس كنت بخاف، بعد كده اتعودت خلاص. لكن اللي حصل في اليوم ده مش قادر أنساه لحد النهاردة. كان يوم خميس آخر النهار، الجو كان بارد والشمس كانت قربت تغيب. كنت لسه مخلص دفنة راجل كبير في السن، ودخلت أوضتي عشان أتغدى. جالي واحد من اللي بيغسلوا الناس وقال لي: عم سيد، في جثة جاية دلوقتي مستعجلين عليها. قلت له: خير إن شاء الله، مين الميت؟ قال لي: شاب ميت كده في حادثة، بس كانت حادثة غريبة شوية. وبعد حوالي ساعة بالظبط العربية البيضة بتاعت الموتى دخلت المقابر، ومعاها أهل الميت. كانوا 3 رجالة كبار وواحدة ست، وكلهم كانوا لابسين أسود ووشهم متغطي. وأنا الصراحة لما شفتهم حسيت بحاجة مش طبيعية، شكلهم كان غريب قوي. ولقيت الكلاب اللي في آخر المقابر بتهوهو جامد جدا. أنا ما كنتش متعود يهوهو كده في الوقت ده. بس أول ما فتحنا باب العربية وشفنا الجثة، أنا ساعتها قلبي وقع في رجلي. كان النص الشمال من الوش متفحم، والعين الشمال كانت مفتوحة ومبرقة جامد، كأنها شايفة حاجة احنا مش شايفينها. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكملت. بس الغريب إن جسمه كان دافي، رغم إن هم قالوا إن هو ميت من أكتر من 12 ساعة. وساعتها سألت الغسال، قلت له: يا ابني، هي ليه إيده سخنة قوي كده؟ بصلي وقال لي: يا عم سيد، ما تسألش كتير، خلينا نخلص وندفنه بسرعة. بس الغريب قوي إن وأنا بنزل الجثة المقبرة حسيت إن إيديها بتتحرك. بصيت حواليا أشوف الناس اللي واقفة، محدش أخد باله. قلت يمكن حركة عضلاته بعد الموت، بتحصل معايا أوقات. بس أنا عارف حركة العضلات دي ما كانتش الحركة الطبيعية خالص. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تاني وكملت. بس اللي رعبني إن وأنا في المقبرة حسيت إن في حد بيشدني من رجلي، لدرجة إني وقعت على ركبتي. بصيت حواليا ما لقيتش حد، فأنا كنت بهدي نفسي وبقول يمكن اتكعبلت مثلا ولا حاجة. بس أنا من جوايا كنت مرعوب حرفيا. وخلصنا الدفنة والناس مشيت، وأنا قعدت على الطوب اللي جنب القبر. كان في عرق كتير نازل من جسمي كله رغم إن كان الجو ساقع. قمت وقلت أدخل الأوضة أريح شوية، بس وأنا ماشي حاسس إن أنا مش لوحدي، حاسس إن في حد موجود معايا. بس كل ما أبص حواليا ما بلاقيش حد. دخلت أوضتي وخدت دش وقلت أرتاح شوية. لكن على الساعة 3 بالليل كده صحيت على صوت خبط، كان خبط خفيف على شباك الأوضة بتاعتي. كانوا 3 خبطات متساويين بالظبط. أنا كنت ساكن في أوضة صغيرة جوه المقابر، وشباك الأوضة كان بيبص على المقابر اللي عند الباب الرئيسي بالظبط. قمت فتحت النور، بصيت ناحية الشباك، ما لقيتش حد. بعد حوالي دقيقة كده لقيت نفس الخبط، 3 خبطات بالظبط متساويين. المرة دي لما قربت من الشباك شفت حاجة. وش شاب كان نصه متفحم والعين الشمال مفتوحة، واقف ورا الشباك بيبصلي. أنا وقتها مش عارف أتحرك ولا أصرخ ولا أهرب ولا أعمل أي حاجة. أول مرة في حياتي أحس إن الموت مش هو النهاية. حسيت إن في حاجة بعد الموت، بس مش زي ما الناس فاكرة. اليوم ده كان البداية اللي غيرت حياتي كلها. وأنا واقف ببصله بعد حوالي نص دقيقة كده الوش بقى بيختفي بالراحة، كأنه بيتسحب في الضلمة لحد ما بقى مش موجود. وقتها أنا قفلت الشباك بسرعة وحاولت أقنع نفسي إن دي هلوسة، يمكن تعبان، يمكن ضغطي عالي، يمكن أي حاجة غير اللي في دماغي. وفجأة سمعت صوت جاي من المقبرة اللي اتدفن فيها الشاب ده النهاردة. كنت سامع زي أنين هادي. الصوت ده كأنه طالع بالظبط من المقبرة، من جوه المقبرة. طلعت بره الأوضة عشان أسمع كويس وأنا مرعوب حرفيا. الجو كان هادي لدرجة إنك تسمع دقات قلبك، والهوا برد فجأة لدرجة إن أنا كنت بطلع دخان من نفسي. المقابر وقتها كانت ضلمة جدا، إلا كان في عمود نور واحد في آخر المقابر. وأنا برضو وقتها كنت بقنع نفسي إن ممكن الهوا هو اللي بيخبط في حاجة مطلع الصوت ده، بس أنا كنت عايز أتأكد أكتر. مشيت ناحية المقبرة، وكل خطوة كنت بمشيها كنت حاسس إن الأرض بتتهز تحتي. وكل قبر كنت بعدي عليه كنت حاسس إن في عيون بتراقبني من جواه. لحد ما وصلت للقبر اللي دفنت فيه الولد النهارده. وقفت قدامه وبصيت. كانت كل حاجة طبيعية. التراب اللي فوق القبر هادي، مفيش أي حركة، بس كان في ريحة غريبة طالعة من القبر، كأنها ريحة حريقة. عارف ريحة الشياط بتاع اللحمة؟ هي دي بالظبط الريحة اللي كانت طالعة. قربت أكتر من المقبرة وحطيت ودني على الأرض. ساعتها سمعت الصوت بوضوح، سمعت صوت أنين ورا بعضه كأن حد بيتألم. بس بعد حوالي 10 ثواني الصوت وقف، وطلع بعده صوت ضحكة،
كانت ضحكة مكتومة جاية من جوه القبر. رجعت ورا خطوتين وببص حواليا مفيش حد، ولقيت نور العمود اللي في المقابر بينور ويطفي لوحده. أنا وقتها جريت على أوضتي وأنا مش فاكر وصلت لها إزاي. قفلت الباب بسرعة ورحت قعدت على السرير. كل شوية أسمع حاجة بتتحرك أو حد بيخبط على الشباك، والساعة بالظبط 4 الفجر سمعت صوت رن تليفوني، مع إن تليفوني أنا بسيبه مقفول دايما. بصيت عليه لقيت رقم غريب، بس كان مكتوب اسم، والاسم ده كان نفس اسم الشاب اللي دفناه النهارده. وهم قالوا لي النهارده إن كل حاجة اتحرقت معاه حتى تليفونه. طب إزاي لو هو بيتصل عليا؟ كل حاجة جوايا وقتها كانت بتقولي ما تردش، بس لقيت صباعي حرفيا بيروح لوحده يفتح المكالمة. وأول ما فتحت المكالمة سمعت صوت أنين، نفس اللي سمعته من القبر، وبعديها صوت واطي جدا خشن بيقول: سيد، التراب مش كفاية. وقتها أنا قفلت الموبايل ورميته على الأرض، وقعدت على السرير وعيني على الشباك وقلبي مش قادر يهدى. في اللحظة دي اتأكدت إن اللي اتدفن النهاردة ما كانش إنسان طبيعي. وفضلت قاعد مكاني لحد ما النور بدأ يطلع، وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل لي. وكل شوية أبص على الشباك وأبص على التليفون اللي رميته وأنا مرعوب. وأنا ببص على التليفون لقيت مكالمة فائتة من جثة المقابر. أنا اترعبت حرفيا، بس سبت التليفون مكانه. ولما الصبح طلع حاولت أقنع نفسي إن أنا كنت بحلم، إن اللي حصل لي ده مش حقيقي أو مستحيل يبقى حقيقي. لحد ما طلعت عند القبر لقيت التراب اللي فوق القبر متنفض، كان باين إن حد حط إيده عليه. ولما ركزت لقيت في علامة كف محطوطة على باب القبر. رجعت لورا بسرعة وأنا مش عارف أعمل إيه، وفجأة لقيت الشيخ عبد الرزاق داخل عليا. ده راجل طيب من اللي بيصلوا في المقابر كل يوم، ودايما بيساعدني في الدفن وبيدعي للموتى. بصلي وقال لي: مالك يا عم سيد، وشك مصفر كده ليه؟ قلت له: مفيش يا شيخ، يمكن تعبان شوية. قال لي: لأ، انت فيك حاجة، وشكلك مش طبيعي، وريحتك غريبة كأنها ريحة حد ميت. الكلمة دي دخلت جوايا زي السكينة. قلت له: مفيش حاجة، ورجعت أوضتي وسبته يقرا شوية قرآن. بس وأنا داخل أوضتي لقيت حاجة غريبة جدا. كان على باب الأوضة من بره كان مكتوب بخط صغير: الليل الجاي هاجي ليك. أنا اتجمدت مكاني، وأنا عارف إن محدش بيدخل هنا، ومفتاح المقابر في جيبي. قعدت طول اليوم مش قادر أفكر ولا مركز في أي حاجة، حتى الأكل ما كنتش قادر أكله. وكل ما عيني تروح على باب الأوضة أشوف الكلمة دي بتختفي شوية بشوية لحد ما اختفت خالص. ولما الليل قرب أنا كنت متأكد إن في حاجة هتحصل لي. الساعة بقت حوالي 1:30 بالليل. الجو كان بارد والهوا كان عالي جدا، وأنا قاعد على السرير وفاتح كشاف صغير ومش عارف أنام. وكل حاجة حواليا ساكتة، حتى الكلاب النهاردة ما كانتش بتهوهو. وبعدين سمعت أول صوت، كان صوت خطوات، خطوات تقيلة كده بتمشي على الرملة وبتقرب ناحية أوضتي. الخطوات ما كانتش بتجري، كانت بتمشي بالراحة وبتقرب واحدة واحدة. أنا وقتها قربت من الشباك بالراحة وبصيت، ما لقيتش حد، بس العمود اللي في آخر المقابر كان نوره بيتهز. وفجأة لقيت نور العمود اتطفى، وبعد ثانية النور رجع، بس كان في حد واقف تحته. اللي كان واقف ده كان جسمه طويل ولابس أبيض، ووشه باين نصه، وعينه الشمال برضه مفتوحة نفس الفتحة. ما كنتش قادر أشوف ملامحه بوضوح، بس حسيت إن هو الميت اللي دفنته النهاردة. وما كانش بيتحرك، كان واقف ساكت ووشه متجه ناحية أوضتي. بعد حوالي دقيقة لقيته رافع ايده كأنه بيشاور عليا. ساعتها الدنيا سودت قدامي، وفوقت الصبح لقيت نفسي نايم على الأرض والباب مفتوح، والمفتاح كان مرمي على السرير. أول حاجة بصيت عليها كان الشباك، ولقيت عليه آثار لكف متفحم، كان نفس شكل الكف اللي على المقبرة. أنا في اللحظة دي اتأكدت إن الجثة دي خلاص مش عادية. وأنا وقتها لما قمت حاولت أتصرف عادي، كأني ما شفتش اللي شفته ولا حصل اللي حصل. ووقتها قلت: أنا أول ما أقبض مرتب الشهر أنا هسيب المقابر دي وأمشي. والساعة حوالي 10 الصبح لقيت حد بيخبط على الباب. فتحت الباب وأنا مرعوب، لقيته الشيخ عبد الرازق بيقول لي: يا عم سيد، في جثة جديدة النهاردة جايالك. قلت له وأنا متوتر دلوقتي: قال لي: أيوة، ابن راجل من البلد هنا، ومش عايزين يدفنوه إلا في المقابر دي، وبيقولوا المكان هنا مبارك. أنا ضحكت ضحكة هادية وقلت لنفسي: مبارك؟ لو عرفوا اللي حصل لي هنا كانوا جروا وما رجعوش تاني. بعد حوالي نص ساعة لقيت عربية الموتى وصلت، والجثة المرة دي كانت راجل كبير وشه هادي كأنه نايم، ما فيهوش أي حاجة غريبة. بس وأنا ماسك الكفن لاحظت حاجة في صباع إيده الشمال، كان فيه أثر حريق قديم، كان لونه غامق جدا،
وكان نفس لون وش الواد اللي دفنته أول امبارح. ساعتها أنا قلبي وقع، بس قلت يمكن صدفة. وأنا شايله وبدخله المقبرة كان الشيخ عبد الرزاق معايا، وفجأة حسيت إن الجو برد بطريقة غريبة، كأن في باب فريزر اتفتح قدامي. لقيت الشيخ عبد الرزاق بصلي وبيقول لي انت حسيت بالهوا ده؟ قلت له وانا بحاول اضحك يمكن بدل ما فتحنا باب المقبرة فتحنا باب التلاجة، وقعدت اهزر علشان ما احسش بخوف. بس هو قال لي لا، ده مش هوا طبيعي يا عم سيد. وفعلا هو كان عنده حق. ولما نزلنا الجثة المقبرة لقيت التراب اللي كنت حاطه على جثة الواد متشال، كأنه نفض نفسه بالليل. بصيت للشيخ عبد الرازق ولقيته بيبصلي بخوف وبيقول لي انت فتحت المقبرة دي يا عم سيد؟ قلت له وانا مش قادر اطلع صوت لا والله انا ما لمستوش. بصينا لبعض واحنا مرعوبين وقلنا كده لازم ندفن الراجل في مقبرة تانية. ولما فتحنا مقبرة تانية ونزلنا فيها الراجل حسيت ان ارض المقبرة بتتهز جامد. رفعت عيني لقيت الشيخ عبد الرازق بيرجع خطواته وبيقول لي ابعد يا عم سيد الارض مش طبيعية. وقبل ما يكمل جملته سمعنا صوت أنين كان واطي جدا كأنه طالع من تحت الأرض. ساعتها لقيت الشيخ عبد الرازق مسك ايدي وبيقول لي اقفل المقبرة وامشي يا عم سيد، دي مش مقبرة بني آدمين دي. وفجأة لقينا الهوا بقى عالي جدا والباب الحديد بتاع المقابر اتقفل لوحده، والتراب بدأ يطير في الهوا كأنه دوامة، والدوامات دي كانت بتلف حوالينا. وانا وقتها مش شايف غير القبر اللي اتفتح لوحده، وريحة اللحم المحروق واصلة لحد عندي، ولقيت ريشة صغيرة طايرة فوقي. وقتها انا جريت على الأوضة، بس وانا بجري حاسس ان في حد بيجري ورايا. دخلت الأوضة وقفلت الباب بسرعة وبصيت من الشباك ناحية المقبرة، لقيت إيد متفحمة طالعة من نص المقبرة وماسكة في طرف الطوب اللي على المقبرة من فوق. أنا وقتها من رعبي رجعت على السرير وقفلت الشباك بسرعة، بس أنا كنت متأكد إن اللي طلع المرة دي مش هيرجع. وفي الليلة دي وأنا قافل الباب عليا والشبابيك وكل حاجة، سمعت جملة واحدة وكنت حاسس إنها بتتقال عند ودني، كأن حد بيوشوشني بيقول لي قلت لك التراب مش كفاية يا عم سيد. أنا اليوم ده واليوم اللي بعده ما قدرتش أتكلم مع أي حد، وأي حد كان يشوفني كان يسألني مالك وشك أصفر كده ليه. بس أنا كنت عارف لو اتكلمت محدش هيصدقني. وتاني يوم أنا قررت أواجه، مش هسيب الخوف يمتلكني ولا هقضي بقية حياتي خايف. وقلت لنفسي هو لو فعلا في حاجة موجودة أنا هروح لها وأشوفها بعيني. أخدت الكشاف ومعايا فاس صغير اللي بستخدمه في الدفن. وصلت للقبر اللي كان مفتوح قبل كده، التراب فوقه كان راجع مكانه، بس كان شكله مترتب قوي كأن في حد رجعه مكانه. بدأت أشيل التراب بالراحة، وكل حفرة كنت بشيلها كنت بحس إن الهواء بيبرد أكتر، لحد ما حسيت إن إيدي لمست حاجة طرية، مش تراب ولا حجر. لمست حاجة زي قماش مبلول، ولما طلعتها وحطيت عليها الكشاف لقيتها جزء من كفن قديم، وكان عليه علامة سودا كبيرة كأنها كانت محروقة. وفجأة لقيت الأرض اللي تحت رجلي بتتهز تاني. رجعت خطوة لورا وقلبي كان هيقف، والكشاف وقع من إيدي. قعدت ألمس في الأرض بإيدي لحد ما مسكت الكشاف تاني، ولما نورت ناحية القبر شفتها إيد متفحمة طالعة من تحت التراب، والإيد كانت بتتحرك. وسمعت صوت طالع من جوه المقبرة بيقول لي رجعني رجعني يا عم سيد. أنا فضلت باصص للإيد مش قادر أشيل عيني من عليها، وكل حاجة حواليا ساكتة. والإيد فضلت تشد نفسها لفوق لحد ما ظهر الوش. كان الوش نصه محروق ونصه متعفن. العين الشمال كانت سودة زي الفحم، والعين اليمين كانت بيضة وبتبصلي. ولقيت بقه بيتحرك وبيقول لي انت فتحت الباب يا سيد اقفله دلوقتي. جريت وانا مش شايف قدامي والكشاف وقع مني، بس كنت سامع حد بيجري ورايا. وانا بجري ناحية الباب الحديد بتاع المقابر الباب اتقفل لوحده، وأول ما وصلت له وحاولت أفتحه مش راضي يتفتح، وورايا صوت حد لسه بيجري لحد ما الصوت وقف ورايا بالظبط. ولقيت صوت ورايا بيقول لي لسه في واحد ناقص يا سيد ولسه الباب مفتوح. لفيت بسرعة بس ما كانش فيه حد. المقابر فاضية، والكشاف فجأة لقيته بينور لوحده والنور متجه ناحية المقبرة، بس ما كانش فيها ولا جثة ولا كفن. جريت على أوضتي وقفلت الباب بسرعة وأنا مرعوب. بس أول ما قفلت الباب عليا سمعت 3 خبطات على الباب. بصيت من الشباك ما لقيتش حد، بس لقيت ريشة طايرة صغيرة وداخلة من ناحية الشباك، نفس الريشة اللي شفتها لما كنت مع الشيخ عبد الرزاق. ولما مسكتها لقيتها سخنة قوي، رميتها بسرعة وقفلت الشباك. بس الليلة دي ما كانتش زي أي ليلة قبل كده،
وفجأة لقيت الجو بقى هادي جدًا، ما فيش صوت، ما فيش أي حاجة، كأن ما فيش أي حاجة حصلت. أنا وقتها قُلت الليلة دي هي النهاية، يا إما أواجه اللي في القبر، يا إما أموت. مشيت ناحية القبر والسما كلها كانت متغطية بالسحاب، ما كانش في ولا نجمة واحدة ظاهرة، بس وأنا باقرّب من القبر كان في نور جوّه، زي نور شمعة مثلًا، ولمّا قرّبت جامد من القبر سمعت صوت كان واضح جدًا، بس المرّة دي ما كانش صوت شخص واحد، كان صوت كذا شخص بيتنفسوا سوا، كأن في أرواح كتير بتتجمع. نزلت على ركبتي وبصيت جوه القبر، لقيت في شمعة منورة مغروسة في نص الأرض، ووراها في حاجة واقفة. كان نفس الشاب المحروق اللي دفنته، بس المرة دي ما كانش لوحده، ورا منه كان في وشوش تانية، راجل كبير وست عجوزة ووش طفل صغير، كلهم لونهم اسود وباصين عليا، كلهم عينهم واحدة مفتوحة والتانية مش موجودة، وكلهم بيقولوا بصوت واحد: انت فتحت الباب يا سيد. وفجأة لقيت الشمعة اتطفت وفي دوامات كتير حواليا، وحسيت ان في ايد بتسحبني لتحت، ورجلي نصها غرزت في الطين، والارض بدأت تتفتح تحتيا. صرخت وقتها بصوت عالي جدا وقعدت اقول انتوا مين؟ جالي صوت ورايا هادي جدا، كأنه صوت راجل عجوز بيقول لي احنا اتدفنا غلط يا سيد، وانت اللي كملت علينا. ولقيت الارض بتفتح اكتر والتراب بيبلعني، والكشاف وقع من ايدي والدنيا كلها بقت ضلمة. بس وانا بنزل لتحت حسيت ان في ايد بتسحبني لفوق، بصيت عليها وانا مرعوب، لقيت الشيخ عبد الرازق ماسكني وبيشدني ووشه كله رعب، وقال لي وهو بيخرجني: الباب اتفتح خلاص يا سيد، محدش هيعرف يقفله. وخدني على اوضتي بالعافية وقفل الباب، وقعدنا ساكتين، هو باصص لي وانا مش قادر اتكلم. وبعد حوالي دقيقة سمعنا صوت من بعيد، صوت بوابة المقابر الحديد بيتقفل لوحده، وبعديها ما سمعناش أي صوت. في الليلة دي أنا سبت المقابر وما رجعتهاش تاني، والشيخ عبد الرازق مات بعديها بأسبوعين، واللي استلم مكاني اختفى من أول ليلة شغل ليه، والمقابر دي بعديها اتقفلت بشكل رسمي ومحدش بقى بيتدفن فيها. بس كل اللي بيمر من هناك بالليل بيسمع نفس الصوت، صوت حد بينادي من جوه وبيقول: التراب مش كفاية يا عم سيد. يمكن دلوقتي وبعد السنين دي كلها أنا اللي بقيت واحد منهم، يمكن روحي لسه واقفة هناك قدام الباب الحديد بتستنى اللي بعد يفتح الباب تاني. بس اوعى، اوعى تروح المقابر دي تاني، لأن الباب عمره ما اتقفل فعلا. وبكده تكون خلصت قصتنا، ولو عجبتك القصة متنساش اللايك والاشتراك والشير وتفعل الجرس وتقول رأيك في الكومنتات. أستودعكم الله يا أصدقائي، سلام.